هل تسمح تفضل. هل تسمح لي هناك سر كان معي ولابد عن جذور معمر القذافي، أتأذن لي بقراءة اسمه الحقيقي؟ تفضل بالطبع. بالنسبة للمأساة التي نعيشها نحن الشعب الليبي، أن الاسم الحقيقي لمعمر القذافي جليلو جو. والد معمر القذافي ليس محمد بومنيار، ولكنه جوزيف، وهو ضابط إيطالي انسحب مع الجيش الإيطالي بعد هزيمة المشير رومل في معركة العلمين وانسحاب ليبيا في فبراير 1943 إلى تونس. انسحب الرائد جوزيف الإيطالي واليهودي ديانا، ووالدة معمر يهودية تعمل في بار أطلق عليها اسم فاطمة المسلمانية بعد أن تركها صديقها مع طفلها، وترك فاطمة المسلمانية مع محمد بومنيار القذافي الذي كان سائسا للخيول الإيطالية ومجندا مع الإيطاليين، وتركها مع الطفل الذي أطلق عليه اسم معمر والحقيقة اسمها جو أو جليلو في منطقة النجيلة في طرابلس. وهذا الرجل لديه أخته اسمها جاسيا في إيطاليا. هناك زوجها أحد النواب الإيطاليين الذين اخترقوا الحصار في إحدى الطائرات. المأساة أن يتحملون قبيلة محترمة زي القذافة، يتحملون وزر معمر القذافي الذي هو يهودي من الأب ومن الأم، وكل المخابرات العالمية تعلم ذلك. سيادة اللواء، يعني تحدثت عن هذه النقطة، ويعني كانت هناك أقاويل كثيرة عن جذور العقيدة القذافي وأنه من أصول يهودية، ولكن يعني ما قرأته ما هو الدليل عليه؟ الدليل المرأة التي أرسلها معمر القذافي، ثم كثيرون ماتوا. أولهم السفير الليبي في إيطاليا، عندما جاءت أخته وقالت أنا أخت معمر القذافي يهودية إيطالية، أبلغ القذافي ثم اقتيل في إيطاليا. ثم رائد اسمه صالح بوفروة كان سكرتيرا للقذافي واقتيل في رومانيا عندما جاءته نفس السيدة جاسيا اليهودية أخت معمر من والده الإيطالي اليهودي الإيطالي. الكلام هذا إياه كان هو أعطاه بعض الأشياء إلى سيدة فاضلة وذهبت إلى إيطاليا وشاهدت والده الكبير في السن والذي مات من 5-6 سنوات. وأيضا هذا جميع الوثائق الموجودة في السرايا الحمراء والوثائق الموجودة في دار الكتب في بنغازي التي تدل على مدير على جوزيف. أيضا عندي رقم الحساب الذي أرسله لوالده عن طريق المصرف الإسلامي في الإسكندرية، وهو ليس في حوزة الآن. أما جميع الوثائق بما فيها أرسل مندوب للفاتيكان، وذا معلوماتي. أنا كنت آمر حرس جمهوري وكنت قريبا لهذا الرجل في السنوات الماضية، ولكن قلة من الناس شيوخ القذافة وعلى رأسهم الشيخ الزناتي، أرجو أطال الله عمره أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ عما يعرف. أيضا أحد النواب من ترهونة يعرف الطفل جو أو جو